السلام عليكم يا معشر المهنيين. كاين واحد النوع بيناتنا ملي كتسولوا على أحوال القطاع كيولي مسكين ودرويش، كيجبد ليك لسانه طول من الكارديان ويبدأ يشكي من الغلاء ومن التطبيقات ومن الحفر حتى كيبقى فيك، ولكن غير كتجبد ليه الهيكلة وواجبات الضمان الاجتماعي. هذا الدرويش كيولي 7 وكيخرج ليه لسان آخر ديال التهرب كطلبه بالهيكلة. إيه كلنا بغيناها، بغينا القطاع يتنظم وبغينا الكازوال المهني وبغينا الكرامة، ولكن وش كاين شي كرامة بلا واجب؟ وش الهيكلة هي غير اعطيني وما تسولنيش؟ عيب وعار نلقاو سائق كيهضر باسم النضال وهو هارب من أبسط واجب تجاه راسه وتجاه ولاده. هديك البركة اللي كتاكلها وكتغمض عينك على أقساط الضمان الاجتماعي راهو غد خلصها دوبل وصحة عليك. وهداك اللي داير فيها بطل وكيدعو للوقفات غير باش يمسحوا ليه الديون المتراكمة، كنقول ليه أراك مسكين ودرويش غير وانت خارج، مالك دخل للمعقول كتبان الحقيقة. الهيكلة ما فيهاش باك صاحبي ولا مسح لي الديون. اللي منضبط وكيخلص من قوة يومه باش يحمي راسه من الزمان ماشي هو اللي ناعس وكيستنى الهمزة ديال الإعفاء. من الآخر كل شي غيخلص. السيستم دابا ولا رقمي، واللي مخلصش اليوم بالخاطر غيخلص غدا بالقانون وبالمشاكل. كونوا رجال مع راسم ومع المهنة ديالكم، وحيدوا هديك العباءة ديال الدرويش المزيف. الدرويش الحقيقي هو اللي راسه مرفوع ووراقه نقيين. تبارك الله عليكم.